السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على كل اللي بيتابعوني. النهاردة هنعمل عزومة. أي حد مبتدئ، أي حد جات له عزومة على غفلة. هنعمل أصناف مع بعض كتير تقضي من 10 ل 12 نفر، وفي نفس الوقت هتبقى مش مكلفة، وحاجة تشرف وتبقى عزومة جميلة جدا بأبسط المقادير وأبسط حاجة ممكن نعملها. نقول بسم الله. هنا عندنا يا جماعة هنعمل مع بعض الكوسة البشاميل، المكرونة البشاميل، هنعمل الجلاش، هنعمل السمبوسك، هنعمل حبة مشويات كده مع بعض، هتبقى حلوة جدا وسريعة جدا مع بعض. نقول بسم الله. وأول حاجة عندنا هنا الكوسة بنجيبها، بنغسلها وبنقشرها. لازم يا جماعة الكوسة نعمل لها التكهيتة دي كده، نتأكد ان هي تبقى مكحتة كده كويس قوي، هتبقى بالشكل ده. وبعد كده بعد ما توصل معانا للشكل دوت، هنبتدي نجيب اي حاجة ونقطعها تقطيعة الصينية. وتقطيعة الصينية يا جماعة بتبقى عبارة عن انا عندي هنا كده حلة فاضية، وهجيب الكوسة اللي عندي وهبتدي اقطعها كده تقطيعة بالشكل ده كده. والسمك بتاعها ما بيبقاش عريض قوي يا جماعة، بيبقى كده السمك دوت كده. هقطع بقى كده كل الكمية اللي عندي بالشكل ده. هتبقى كده يا جماعة كده كل الكمية اللي عندي كده خلاص. قطعتها التقطيعة ديت، هتبقى بالشكل ده. وبعد كده عندي نص بس معلقة من الفلفل الاسود، وعندي رشة ملح كده خفيفة، هتبقى بالشكل ده كده يا جماعة. وهاخدها كده على البوتاجاز على نار هادية خالص، مش هزود عليها اي حاجة، هي هتنزل ميتها وهتبقى كده عندي جاهزة وهتبقى مستوية. وهبتدي اسلق المكرونة، وهعمل هنا اللحمة المعصجة اللي هنستعملها للكوسة وللمكرونة وللجلاش وللسمبوسك. هنعملها مع بعض دلوقتي اللحمة المعصجة، وجزء منها هنعمله كفتة الحاتي. وهتبقى كده يا جماعة على نار هادية خالص، هي هتبتدي تنزل ميتها. انا هبتدي بس اقلب الملح والفلفل بالشكل ده، وهوطي خالص وهسيبها على نار هادية، وهغطي عليها لحد ما تستوي معايا. وابتدي اعمل دلوقتي اللحمة المعصجة بتاعت المكرونة. انا هنا كده يا جماعه بقى حضرت عندي الصينيه ديت، حطيت فيها معلقه زيت على معلقه سمنه، معلقه صغيره بس يا جماعه علشان خاطر اللحمه هتنزل الدهون بتاعتها. وعندي هنا بصلتين او 3 مفرومين، فرمه نعماهم قوي. وحطيت عليهم قرن فلفل حامي، ده طبعا حسب الرغبه. عايزه تضيفيه ضيفيه، هو بيدي طعم حلو قوي. وهبتدي بقى كده اقلب لحد ما البصله دي تدبل معايا شويه. في المرحله دي يا جماعه بعد ما البصله خلاص هي دوبك كده بس دبلت معايا، مش احمرت يا جماعه، انا مش عايزاها حمراء، انا عايزاها بس البصل يبقى دبلان. في المرحله دي ابتدي انزل بقى باللحمه اللي عندي كلها بالشكل ده. واهم حاجة ادي تقليبة كويسة جدا للحمة علشان تمتزج كده في البصل وتفلفل معايا. هيبقى بالشكل ده كده يا جماعة. لازم التقليب كويس جدا في المرحلة ديت، واللحمة تاخد صدمة كويسة وتمتزج مع البصل بالشكل ده. وفي المرحلة دي يا جماعة خلاص بعد ما اللحمة عندنا كده خلاص ابتدت دخلت في السوا، هيبقى ده كده شكلها يا جماعة. واهم حاجة يا جماعة عشان نعرف جودة اللحمة تكون حلوة ولا لا، لازم اللحمة المفرومة مش عشان ان هي تبقى مفرومة يبقى فيها نسبة دهون عالية، لا. كل ما كانت اللحمة حمراء
كل ما اديتك نتيجة احلى. اهو يا جماعة بصوا مفيش دهون نزلت، هو يا دوبك معلقة السمنة والزيت اللي احنا حطيناها. كده طبعا بتبقى افضل بكتير. وجودة اللحمة لما بتديكي اللون الفاتح دوت بتقدري تعرفي ان جودة اللحمة بتبقى حلوة قوي. في المرحلة دي هنبتدي بقى نحط التوابل بتاعتنا، لان في الاول ما ينفعش طبعا خالص نحط اي توابل في اللحمة المفرومة الا لما تستوي. نبتدي كده نحط حوالي نص معلقة من الفلفل الاسود، وعندي معلقة صغيرة من الملح، هيبقى بالشكل ده كده يا جماعة. وعندي جوز الطيب، هبشر بس كده بشرة كده بسيطة على اللحمة. اللحمة المفرومة ما بيفضلش ان هي نحط توابل كتير او بهارات كتير علشان خاطر طعمها بس يبقى باين. اهو كده يا جماعة رشة كده بس بسيطة من جوز الطيب، هيبقى بالشكل ده. وهيبقى كده اللحمة بتاعتنا خلاص جاهزة، دخلت خلاص في السوا، هتبقى كده جاهزة معانا. واحنا حطينا الكوسة على النار، وبردك ببتدي اسلق المكرونة. هتبقى كده بالشكل ده جاهزة معانا، والكوسة هتبقى بردك جاهزة معانا في نفس الوقت يا جماعة عملناها هي والمكرونة، يبقى بالشكل ده. وبكده يا جماعة خلاص عندي اللحمة المفرومة اتعملت، وعندي الكوسة دخلت قربت تخش في السوا، وبسلق المكرونة. عندي هنا بقى كده يا جماعة اللحمة المفرومة اللي هعصجها وهعملها كفتة الحاتي. انا خدت الكمية ديت، وهضيف عليها حوالي بصلاية كده متوسطة بالشكل ده كده يا جماعة. وعندي رشة ملح صغيرة برضه خالص بالشكل ده. وعندي بردك رشة فلفل حاجة كده بسيطة خالص. مش عايزين ندخل توابل كتير عشان نحس بطعم اللحمة، هيبقى كده يا جماعة. وعندي اخر مكون عندي هو المفروض احط هنا طبعا عشان انا حاطه البصل بميته بكل حاجه زي ما فرمته، بس فرماه ناعم خالص. المفروض احط معلقه من البقسماط. طيب انا عايزه اطعم اللحمه دي واديها بدل ما بدي بقسماط ساده يا جماعه، ممكن تحطي الفيجيتار دوت، بيبقى طعمه احلى وبيدي للكفته طعم حلو جدا. انا هاخد كده منه حوالي بس معلقه بالشكل ده، وهبتدي اخلط بقى اللحمه بتاعتي بالشكل ده لحد ما تبقى كلها كده مندمجه في بعض، وقوامها يبقى ماسك جدا جدا، وتحسي ان اللحمه بتاعتك بعد ما تعجنيها تيجي تمسكيها كده هتحسي ان هي متماسكه معاكي وبتتشكل معاكي بسهوله جدا. ويبقى ده كده احنا وصلنا للقوام اللي احنا عايزينه. وكده يا جماعه خلاص بعد ما عجنتها كده كويس قوي، في المرحله دي يا جماعه لا تعجنيها كويس جدا كده بايدك وتخلي اللحمه تندمج جدا بالبصل، او ان انت ترجعيها الكبه تاني تاخد كده فرمه صغيره عشان تتاكدي ان انت لما تيجي تشكلي الكفته ما تفكش منك خالص. ده كده هيبقى شكلها. وبعد كده لازم تخليها ترتاح في التلاجة شوية، ما تبتديش تشتغلي بيها دلوقتي خالص، لازم ترتاح شوية في التلاجة. وبعد كده نشتغل بيها علشان تضمني ان الكفتة بتاعتك هتبقى حلوة جدا جدا جدا. سواها هيبقى حلو وفي نفس الوقت ما تفكش معاكي ابدا وتحدي. وبكده هنخلي اللحمة بتاعتنا ترتاح، ونبتدي نعمل عندنا هنا يا جماعة فراخ هنعملها مشاوي. عندنا هنا ده وراك فراخ، دي وراك فراخ، ودي صدور فراخ بردك هنعملها شيش طاووق كده مشاوي جنب الجلاش والمكرونة.
بطريقه بردك سهله جدا وبسيطه جدا، بحيث ان انت تنجزي لو اي عزومه عندك في ثواني، ساعه زمن بس تكوني عامله كل الاصناف الحلوه دي. ومهما كان عدد الافراد اللي عندك هتنجزي وهتعملي اكل حلو جدا وحاجه تشرف ان شاء الله. وهنا كده يا جماعه جهزنا خلاص. عندي هنا صدور فراخ مقطعاها كده مكعبات، وعندي وراك بردك فراخ مقطعاها بردك مكعبات صغيره بالشكل دوت، بحيث ان انا هنشوي الصدور والوراك بردك. هنتبلها بردك مع بعض كده بتتبيله حلوه جدا. وهنا عندي مكعبات لحمه بردك، هنعملها زي الشيش طاووق بردك في السياخ، بس بردك تتبيلتها هتبقى حاجه حلوه جدا. نقول بسم الله وهنبتدي. اول حاجه هنتبل الفراخ. هنضيف هنا يا جماعه حوالي معلقه من الملح، ونص معلقه من الشطه، وعندي معلقه من البصل البودر يا جماعه، بودره البصل هنضيفها هنا كده. وعندي معلقه من الفلفل الاسود بالشكل ده. وعندي حاجه بسيطه جدا جدا يا جماعه من الزعتر، نص معلقه، بتدي طعم وريحه حلوه جدا في المشاوي. وعندنا هنا في الفراخ لازم هدي عصرة ليمونة كده بسيطة على الفراخ، نص ليمونة بس كده يا جماعة بالشكل ده. واخر حاجة عندي هدي معلقة من صوص المستردة بالشكل ده اهو كده يا جماعة، معلقة بس كده صغيرة. وهيبقى كده التتبيله بتاعه الفراخ كده خلصانه. هبتدي اقلبها واسيبها تتنقع لحد ما نخلص المكرونه والجلاش والكوسه البشاميل بتاعتنا. نبتدي بردك نعمل تتبيله اللحمه. تتبيله اللحمه بردك يا جماعه نص معلقه من الملح، ونص معلقه من الفلفل، ونص معلقه من البصل البودر، ونص معلقه من الشطه، وعندي نص معلقه من الزعتر. وهضيف حوالي معلقتين كبار من الخل، هيبقى بالشكل ده. الخل ده يا جماعه بيساعد اللحمه في التتبيله كويس قوي، وبتدي اللحمه تخليها تستوي بسرعه. وهنضيف هنا على اللحمه معلقه بردك من الصويا صوص، هيبقى بالشكل ده. هتكرمل الصويا صوص يا جماعه في المشاوي جميل جدا جدا، بيخلي اللحمه تكرمل وبيبقى حلو قوي. هبتدي كده اقلب اللحمه والفراخ وهسيبهم لحد ما نجهز بقى المكرونه بتاعتنا. واحنا كده يا جماعه عندنا المكرونه سلقينها وجاهزه، وعندنا الكوسه مسلوقه وجاهزه. نبتدي نعمل بقى البشاميل بتاعهم. نعمل بشاميل سريع لاي حد مبتدئ ممكن يعمله، حلو جدا وهيديله نتيجه حلوه قوي. نقول بسم الله. احنا عندنا هنا كيلو من اللبن، كيلو يعني 4 كوبايات من اللبن. بالراحه كده بدون اي كلام، 4 معالق من السمنه، يعني 4 كوبايات من الدقيق عليهم 4 معالق من السمنه، عليهم يا جماعه على طول 4 معالق دقيق، هيبقى كده. وعندي هنا 4 معالق من الجبنه الميكس، رومي على موتزاريلا، اي جبنه مشكله عندك، على 4 معالق من القشطه. هضيف كده كله على بعض بطريقه سهله جدا. وعندي هنا مكعب مرقه دجاج هضيفه عليها. والتكايه حلوه جدا بتدي نتيجه حلوه قوي. هنا دي ميه المكرونه هنضيفها هنا برده كده على اللبن. وعندي مضرب بيض، خلاط، اي حاجه هبتدي
اضربهم بيه لحد ما يبقى عندي كريمي كده خالص. هيبقى كده يا جماعه ضربتهم كده خالص بالمضرب بحيث ان انا حسيت ان هو خلاص بقى كريمي كده معايا. هيبقى كده جاهز معايا. هبتدي بقى كده يا جماعه هحطه على النار، هحطه على النار لحد ما يتقل معايا ويبقى بالبشاميل جاهز معايا. وفي الوقت يا جماعه اللي انا بجهز فيه البشاميل وعلى النار وبردك بص عليه، هبتدي اجهز. هنا عندي طبعا مجهزه اللحمه المفرومه، وعندي هنا صينيه دهنتها من السمنه. هبتدي اجيب ورقتين 3 كده من الجلاش وهي كده يا جماعه بالشكل ده، وابتدي انزل بيها كده في الصينيه بتاعتي. يبقى الشكل ده افضل صواني يا جماعه للجلاش الصواني المستطيله دي، بتدي لك نتيجه هايله جدا وما بتخدرش معاكي كميه الجلاش. هيبقى كده يا جماعه كل ورقتين 3 اعمل دهنه سمنه. هيبقى بالشكل ده، وانا هقسم كميه الجلاش اللي عندي بحيث ان هيبقى حوالي 6 ورقات من فوق، وبعد كده اضيف اللحمه المفرومه و6 ورقات بعد اللحمه المفرومه. هيبقى بالشكل ده. هقسم انا وابتدي اقسمها نصين وابتدي اضيف بقى بعد كده اللحمه المفرومه. هيبقى كده يا جماعه لحد ما ضفت اللحمه المفرومه، وابتدي بقى اكمل تاني نفس اللي احنا عملناه. نكمل الصينيه خالص لحد ما نكمل بقيه الجلاش اللي عندنا، ودهنه كده بسيطه من السمنه. هيبقى بالشكل ده لحد ما اخلص كل الكميه اللي عندي. يبقى بالشكل ده هتبقى كده يا جماعه. ولازم الجلاش قبل ما يخش الفرن، بعد كده خلصتها خلاص، قبل ما يخش الفرن لازم يتقطع كده عشان يبقى سهل بعد ما يخلص. هندخله في الفرن دوت على 180 الرف الوسطاني لحد ما يبقى نص سوا، وبعد كده هنضيف له كوبايه لبن وبيضه، وده كده يبقى خلاص. هندخله الفرن يا جماعه. وعندي هنا الطاجن البايركس دوت حطيت فيه نص كميه الكوسه اللي عندي، وهبتدي بقى اضيف اللحمه المفرومه بردك هنا كده عليه بالشكل ده. هيبقى كده بحيث ان انا اوزع بس الايه كميه اللحمه المفرومه تبقى موجوده في كل الطاجن اللي عندي. يبقى بالشكل ده. طبعا اللحمه دي بتاعتك انت عايزه. في ناس بتحب كميه اللحمه قليله، في ناس بتحب كميه اللحمه كتيره، دي بتاعتك انت. انا بحب تبقى وسط، ولا هي كتيره قوي ولا هي قليله قوي. هيبقى كده يا جماعه. وبعد كده هجيب باقي كميه الكوسه اللي عندي، وهبتدي اوزع بقى كده بحيث ان انا اظبط بردك شكلها يديني شكل حلو معايا. واهم مرحله بردك يا جماعه لما نسوي الكوسه لازم تطلعيها على مصفى بحيث ان هي تنزل كل ميتها، ما يبقاش فيها ميه علشان ما تنزلش عندك هنا في الطاجن. هيبقى كده بالشكل دوت. اكمل بقيه الشكل دوت وهيبقى عندي البشاميل جاهز. وكده اهو يا جماعه البشاميل بتاعنا خلاص حطيته على النار لحد ما القوام بتاعه بقى هو كده بالشكل ده، حلو جدا وكريمي جدا وحلو قوي. طبعا ريحته جميله جدا. هيبقى كده خلص خلاص معايا، هيبقى جاهز. هبتدي اقفل بقى صينيه المكرونه وصينيه الكوسه. هيبقى كده يا جماعه. هنا هبتدي اقفل بقى صينيه الكوسه بتاعتي. هاخد البشاميل اللي عندي ده كده وهبتدي اضيفه على الكوسه. هيبقى بالشكل ده. بسم الله. لحد ما احس ان الكميه خلاص مليت الوش كله. طبعا البشاميل ده يا جماعه
دلوقتي خفيف علشان هو لسه سخن. اول ما هتقعديه 10 دقايق بس هيبقى تقل معاكي اكتر من كده كمان. هيبقى كده يا جماعه. وكده يبقى قفلنا خلاص صينيه الكوسه، وهنبتدي ندخلها خلاص الفرن وتبقى جاهزه معانا. وهاخد كميه من البشاميل دوت بردك يا جماعه، هضيفه هنا على المكرونه قبل ما اضيفها في الطاجن. هيبقى بالشكل ده حوالي كبشتين 3 بس، بحيث ان انا اطعم المكرونه اللي عندي. وبكده يا جماعه عندي هنا كده الطاجن اللي هعمل فيه المكرونه. هاخد معلقه كده بسيطه بس من البشاميل، هضيفها هنا كده. دي حلوه جدا معلقه البشاميل دي يا جماعه، بتسهل لما تيجي تطلعي المكرونه، بتبقى بردك حلوه جدا، بتعمل زي طبقه من تحت، بحيث ان انت لما تيجي تطلعيها تبقى كلها قطعه واحده. هيبقى كده. وهاخد نص كميه المكرونه اللي عندي، هضيفها هنا كده في الطاجن. هو كده بالعين يا جماعه، بتوزنيها كده بالعين نص الكميه. هيبقى بالشكل ده. وهتفرديها كويس جدا. لازم الفرد ده كده يا جماعه عشان يبقى كله بسوا واحد. هيبقى كده. وعندي كده بعد ما سويتها كويس قوي يا جماعه، لازم تتساوي يا جماعه علشان ما تبقاش حته طالعه وحته نازله. هجيب كميه اللحمه بتاعتي، وهبتدي انزل بيها بردك هنا كده. وبردك ابتدي اساوي بحيث يبقى الطاجن كله كمية اللحمة بالتساوي. هيبقى كده يا جماعة. وهيبقى كده، وابتدي انزل بقى ببقية المكرونة اللي عندي. هيبقى بالشكل ده كده يا جماعة. وبردك لازم اسويه واتأكد ان المكرونة كلها بسوا واحد. وابتدي بعد ما سويتها كده كويس قوي، ابتدي انزل بقى يا جماعه بالبشاميل اللي عندي. هيبقى كده برضك بالشكل ده. واحط كل الكميه اللي باقيه عندي لحد ما احس ان هو كده كميه البشاميل اللي بقت مناسبه. وبرضك اسويها كويس قوي. وكده خلاص بعد ما حطيت كل كميه البشاميل اللي عندي، والبشاميل اهو يا جماعه قضى بالظبط طاجن المكرونه وطاجن الكوسه. يعني ال4 كوبايات من اللبن و4 معالق دقيق و4 معالق سمنه عملوا معانا كميه مناسبه للاتنين طاجن. وهيبقى كده البشاميل بتاعي خلصان. واخر حاجه بقى علشان اطعم بيها الطاجن بتاعي، عندي جبنه ميكس اللي هي المبشوره دي يا جماعه. هضيفها كده عشان بس اخلي الطعم بتاع المكرونه غني شويه. هيبقى بالشكل ده. وهبتدي ادخلها بقى الفرن على نار على الرف المتوسط، درجه حراره 180. وهنا كده يا جماعه اهو الصواني دخلتها الفرن، صينيه الكوسه وصينيه المكرونه وصينيه الجلاش. وفي المرحله دي يا جماعه احنا هنبتدي نطلع الجلاش عشان هو بقى نص سوا خلاص. وعندي هنا كوبايه فيها كوبايه لبن عليها بيضه وشويه ملح وفلفل. وهبتدي اضيفها بقى هنا كده في المرحله دي على الجلاش كده يا جماعه، بحيث ان يبقى كوبايه اللبن تغطي كل كميه الجلاش اهو خطوه بخطوه اهي يا جماعه. هيبقى بالشكل ده. وابتدي ارجع الجلاش تاني مكانه في الفرن يكمل بقى كده سواه. و المكرونه والكوسه معاه بردك اهي كده كلهم شغالين في وقت واحد. ونبتدي بقى كده
تكون اللحمة والفراخ بتاعتنا والكفتة الحاتي خلاص خدت التتبيلة بتاعتها، نبتدي نشكلها ونسويها. وبكده يا جماعة نبتدي بقى عندي اللحمة والفراخ خلاص كده اتبلوا. هبتدي عندي هنا السياخ اللي هي الخشب. طبعا السياخ يا جماعة قبل ما تبتدي فيها اهم خطوة لازم تبقي نقعاها في مية. وهنا عندي فلفل الوان وبصل. هناخد كده بطريقة كده بسيطة كام واحدة بصل ونبتدي ندخلها في السياخ، هتبقى بالشكل ده كده يا جماعة. وبرضك خطوة مهمة جدا، انا دلوقتي لو هبتدي هعمل الوراك هيبقى السيخ كله لحم الوراك. وعلشان طبعا لحم الوراك بياخد وقت وسوى، والصدور بتاخد وقت وسوى. فعلشان ما يبقاش في حاجة تطلع عندك نية وفي حاجة مستوية لازم تبقي حاطة كل حاجة كده لوحدها. هيبقى كده بالشكل ده كده يا جماعة. اي حاجة عندك بقى بصل فلفل حامي اللي انت حباه هيبقى كده بالشكل ده كده بالنسبة للوراك. طيب بردك زي ما عملنا هنا كده في الوراك هنعمل بردك الصدور بنفس الطريقة، وهنعمل اللحمة بردك بنفس الطريقة كده يا جماعة. والتسوية بتاعتها يا جماعة في صينية، مش هنشوي بس هناخد الطعم وحلاوة الحاجة المشوية. هيبقى كده يا جماعة بالشكل ده. بردك ادي كده مسافة ما بين كل قطعة والتانية، هيبقى بالشكل ده. اكمل بقى كده كل الكمية اللي عندي اهو كده يا جماعة. طول ما انتي التتبيلة بتاعتك اللحمة متبلة كويس هتلاقي دخول حتى اللحمة في السياخ هتبقى سهلة كده معاكي. تقعديها بس ايه حوالي ساعة كده في التتبيلة، هيبقى ده كده شكلها. هيبقى كده يا جماعة خلصت كده كل الكمية اللي عندي، هتبقى بالشكل ده. اذا كان وراك او صدور او لحمة هنسويهم كلهم بنفس الطريقة. ناخدهم بقى دلوقتي وعلى الجريل على طول ونسويهم مع بعض. هيبقى كده يا جماعة عندي الجريل هبقى مولعة عليه، لازم يكون سخن قوي معايا. وهديله كده بس رشة زيت نقطة بسيطة خالص، وهبتدي انزل بقى بكل السياخ اللي عندي. هتبقى بالشكل ده كده يا جماعة. لازم الفراخ اول ما تنزل تاخد صدمة بالشكل ده كده اهو يا جماعة. طبعا لسه منزلينها حالا والريحة ابتدت تطلع. هيبقى كده اهو. وابتدي اغطي بقى عليه شوية لحد ما يخش في السوا وبعد كده هبتدي اقلبه على الناحية التانية. هتبقى كده هي يا جماعة. او كل شويه نقلبها على الجنب التاني، الجنب اللي يستوي نقلبها كده اهوت. وهسوي اللحمه بردك بنفس الطريقه. وبكده عقبال ما المشاوي تستوي نعمل شويه رز بسمتي اصفر اللي هو يبقى مناسب بردك نحطه تحت المشاوي. وهنا كده يا جماعة انا جهزت حلة فيها معلقة زيت على معلقة سمنة. و ببساطة كده هنعمل رز مبخر حلو جدا جدا جدا. اول حاجة هنا يا جماعة عندنا على السمنة والزيت على طول هننزل بربع معلقة من الكركم، ربع معلقة كده من الكركم ونضيفها هنا. وعندي
بهارات فراخ، عندي نص معلقه كده من بهارات الفراخ، وعندي سنه كده بسيطه بطرف المعلقه بودره الزعفران، هتبقى كده يا جماعه. وعندي ربع معلقه من الفلفل الاسمر، ونص معلقه من بودره الكاري. هيبقى كده يا جماعه. وهبتدي اقلب كل البهارات بتاعتي دي كلها في السمنه بالشكل ده لحد ما احس ان ريحتها ابتدت تطلع كده يا جماعه. في المرحله دي انا عندي بقى كده الرز مغسول على طول يا جماعه، مش منقوع ولا اي حاجه. وبعد كده هبتدي انزل بيه هنا كده على السمنه بتاعتي بعد طبعا ما ريحه البهارات ابتدت تطلع، هيبقى بالشكل ده. واديله بقى تقليبه كويسه جدا، وابتدي في الاخر خالص اضيف الملح واظبط ملحه بقى، هيديني رز طعمه حلو جدا جدا مبهر ولونه روعه، حلو جدا جدا يا جماعه. ده جنب المشاوي بيبقى طعمه حلو جدا. في المرحله دي يا جماعه بعد ما اتاكدت ان قلبته كويس جدا بالشكل ده، تقليب يا جماعه مده 7 دقايق كده مستمرين، بحيث ان انت تضمني ان الرز بتاعك يبقى طالع مفلفل وحلو. في المرحله دي ابتدي انزل بقى بالميه بتاعتي، واخر حاجه عندي هبتدي بقى دلوقتي اظبط الملح بتاعه، وهغطي عليه لحد ما هيغلي، وبعد كده اوطي خالص على نار هاديه، وهيطلع عندي احلى رز للمشاوي جميل جدا جدا. وهنا كده يا جماعه بعد ما حطينا اللحمه والفراخ في الجريل، عندي هنا بقى الكفته اللي احنا كنا سايبينها ترتاح في التلاجة شويه. هبتدي بقى اخدها كده يا جماعه واصبعها بالشكل ده من غير سياخ ولا اي حاجه يا جماعه، هي كده بس هتبقى معاكي حلوه جدا ومتماسكه، مش هتفك ابدا طول ما انتي ماشيه بالخطوات ديت. هيبقى كده يا جماعه، مش هعمل اكتر من كده، هي بس ان انا ببتدي اصبعها اهي يا جماعه. هصبع بقى كده كل الكميه اللي عندي، والتسويه بتاعتها يا جماعه زي ما سويت الشيش طاووق الفراخ واللحمه في الجريل. هطلع السياخ ديت، وبعد كده هبتدي انزل في الجريل بردك بالكفته السياخ ديت، هيبقى بالشكل دوت. وعلى ضمانتي يا جماعه مش هتفك ولا هيجرى لها اي حاجه بسياخ او بدون السياخ بالشكل ده اهي، هتبقى معاكي حلوه جدا اهو يا جماعه. اكمل انا بقى بقيه الكميه وابتدي انزلها في الجريل بعد ما اشوي بقى كل الحاجات اللي عندي كده خلاص، يبقى خلصت الفراخ واللحمه والكفته وصواني الكوسه والمكرونه والجلاش. يبقى كده يا جماعه عزومه بالف هنا وشفا. لو مزنوقه محتاره تعملي اي اكل ايه، جايلك ضيوف على غفله، الحاجات دي ما بتاخدش وقت ولا مجهود ومش مكلفه قوي، يا ريت تجربوها. هيبقى بالشكل ده كده. انا هكمل بقيه الكميه اللي عندي كلها، وكده خلاص يا جماعه طلعنا كمان المشاوي، الفراخ واللحمه والكفته. والكفته يا جماعه هي طالعه حلوه جدا جدا، ماسكه نفسها مفيش اي حاجه، وريحتها وطعمها جميل جدا جدا جدا، ومفيش اي حاجه اتفكت معانا. وعملنا واحنا بردك بنجهز الرز عملنا شوربه لسان عصفور جنب بردك المشاوي، هتبقى حاجه حلوه جدا. ويبقى كده العزومه بتاعتنا اللي بنحضره علشان ما نكركبش الدنيا عندنا في المطبخ،
اللي بنحضره بنطلعه على طول على السفرة، علشان يبقى مطبخك مرتب، مش عشان يبقى عندك عزومة يبقى لازم الدنيا كلها بتبقى مهرجلة. ونعمل مع بعض بردك حاجات كده خفيفة، مقبلات، بحيث ان بردك يبقى سفرتك مليانة وحاجة تشرف. هنلف دلوقتي مع بعض السمبوسك، وهنعمل رول بطاطس باللحمة المفرومة حلو جدا جدا جدا. وتبقى كده السفرة بتاعتنا جاهزة، ويبقى ألف هنا وشفا للي يجرب. وصفات سهلة وسريعة ومش مكلفة يا جماعة. وبكده اهو يا جماعة الصواني خرجت من الفرن، وهيبقى ده كده شكل المكرونة والكوسة والجلاش اهو معانا طلع مستوي جميل جدا. وطبعا علشان احنا مقطعينه قبل ما يخش الفرن، بيبقى اهو كده يا جماعة تسويته طلع حلوة جدا اهو بالشكل ده، ومورق وحلو قوي. يا ريت تجربوه، حلو قوي قوي قوي. ويعني كده الصواني اهي كده كلها خرجت معانا، والمشاوي على النار هتستوي. ونعمل بردك كده جنب المشاوي كده رز بسمتي اصفر تحت الفراخ واللحمه. وهنا كده يا جماعة بعد ما غرفنا ورصينا السفرة بتاعتنا، ده كده الكوسة، وغرفنا هنا الجلاش، ودي صينية المكرونة. وهنا كده كمان خلاص المشاوي هي كمان يا جماعة خرجت، وكده رصيناها على السفرة بالشكل ده، وشوربة اللسان عصفور. وهيبقى كده السفرة بتاعتنا. وهنا كده يا جماعه نبتدي بقى نعمل البطاطس الرول. انا عندي هنا كده بطاطس سلقاها وهرستها كده بالشكل ده. وفي الاخر خالص كده بعد ما اتهرست معايا كويس قوي، مش هضيف حاجه غير معلقه من الفلفل الاسود بالشكل ده، وهضيف ملح، وهبتدي اديها بقى كده تقليبه تاني، بحيث ان الفلفل والملح يمتزجوا بقى كده كويس قوي. مش هضيف عليها اي حاجه تاني كده يا جماعه، هيبقى بالشكل ده كده لحد ما اتاكد ان الملح امتزج كده في البطاطس كلها، وابتدي اظبط ملحها. هيبقى كده يا جماعه انا اتاكدت ان الملح خلاص وصل للبطاطس كلها. وعندي هنا فرشت على الرخامه ورق استريتش بلاستيك، وهضيف البطاطس بتاعتي كده. الاستريتش ده كده يا جماعه هو اللي هيخلي لي البطاطس اعرف اعملها رول. هيبقى كده بالشكل ده. هنزل كل الكميه اللي عندي على الاستريتش كده، وهبتدي افردها كلها كده بسوا واحد، واحاول اخليها مستطيله بحيث ان يبقى السمك بتاعها كله واحد. هيبقى كده يا جماعه بالشكل ده، واتاكد ان سمكها كده هيبقى كله واحد، يبقى بالشكل دوت كده. رول البطاطس ده حلو جدا جدا يا جماعه، بيبقى احسن من ان انتي في اي عزومه ان انتي تجيبي بطاطس وتقوريها وتعمليها باللحمه المفرومه. لو عايزه تنجزي ويبقى بردك عملتي بطاطس باللحمه المفرومه، بس طبعا بطريقه اسهل جدا. هيبقى كده يا جماعه البطاطس بتاعتي هي كده جاهزه عندي. هبتدي عندي باقي من اللحمه المفرومه اللي احنا عملنا بيها المكرونه والجلاش. عندي كده لحمه مفرومه هبتدي انزلها هنا كده بالشكل ده. الكميه اللي انت عايزاها والكميه اللي انت حباها. عايزه تضيفي معاهم
نوع من الخضار زي البسلة والجزر، هيبقى حلو جدا وهيبقى قيمة غذائية كمان عالية. وهجيب الرول بتاعي كده بالشكل دوت وهضغط. اهم حاجة يا جماعة في المرحلة دي ان انتي تضغطي كويس جدا بحيث ان يبقى كل الرول بتاعك قطعة واحدة. هيبقى كده يا جماعة. شفتوا قد ايه الاسترتش بيبقى مساعدني في لف الرول بسهولة جدا كده يا جماعة، كده بالشكل ده. واتأكد لازم اضغط كده عليه كده كل شوية بحيث ان انا ابقى مخلية البطاطس كلها يبقى سمك واحد بالشكل ده. وابتدي بقى الفه كله لفة كده كويسة. هيبقى كده يا جماعة بعد ما لفتها كويس جدا بالاسترتش، هجيب هنا عندي صينية فاضية وهحط فيها ورق فويل. ورق الفويل يا جماعة هيساعدني انا بطلع الرول يطلع معايا سليم، ما فيش حاجة فيه تتقطع. هيبقى كده يا جماعة. وهاخد الرول بتاعي دوت بالشكل ده على الصينية على طول، وهبتدي انزله. هبتدي بقى اشيل الاسترتش خالص منه بالشكل ده اهو يا جماعه. كده اسحب بقى الاسترتش خالص واخليه على ورق الفويل بس. هيبقى كده يا جماعه. وهجيب بس كده مسحه كده بسيطه خالص من السمنه علشان تساعد بس البطاطس تدي لون بسرعه، لان اوريدي كده احنا عندنا البطاطس مسلوقه ومستويه وعندنا اللحمه متعصجه ومستويه. وفي كانت ملحوظه برضك يا جماعه احب اقولها لكم. اللحمه اي حد بيعمل اللحمه العصاج ممكن بيضيف عليها طماطم بتدي طعم حلو جدا، بس انا لما عملت المره دي اللحمه العصاج ما ضفتش اي طماطم او صلصه او اي حاجه علشان خاطر انا هستعمل اللحمه لكذا حاجه. يعني ما ينفعش اللحمه اللي عندي كانت ما تبقى معصجه فيها طماطم واستعملها للجلاش او للسمبوسك او للبطاطس ديت. وهتبقى كده هنا الرول البطاطس ده جاهز معانا. هندخله على الشوايه ياخد بس لون يا جماعه وهيبقى جاهز معانا كده خلاص. ادخله الفرن يا دوبك بس ياخد لون بسيط، اللون الاحمر الحلو ده. وفي المرحله دي يا جماعه بعد ما دخلت الرول في الفرن هو كمان علشان يكمل سواء او ياخد لون، اكون انا بحضر السمبوسه. والسمبوسك يا جماعه برضك اكله حلوه جدا في العزومات وبتشرف جدا وبتبقى حلوه وبتملى سفرتك. لف السمبوسك ليه 3 طرق. هقول لك انا ال3 طرق دولت وانتي تختاري الطريقه اللي تناسبك. هناخد كميه اللحمه اللي فاضل. لسه برضه كان عندي لحمه مفرومه فاضله من اللي انا معصجاها. هحط هنا كده كميه بسيطه وهبتدي اعمل السمبوسك كده. هجيب الطرف ده كده يا جماعه وهحطه هنا، بس المهم يبقى ده بسوى ده. دي اهم مرحله او دي اول خطوه للسمبوسك عشان تبقى كلها معاكي حلوه جدا ما تخرجش اي حاجه. وهبتدي اتني بالشكل ده. اتاكد ان السوى ده كده يا جماعه ده زي بعض بالشكل ده. وهبتدي انزلها تاني بالشكل دوت وابتدي الفها. هي بتمشي بعد كده اهي لوحدها والخطوات بتاعتها سهله جدا جدا. وبتبقى كده اهو يا جماعه مقفوله بدون طبعا ولا دقيق ولا اي حاجه. هي كده بتبقى حلوه جدا وبنقليها على طول. دي كده اول طريقه للف السمبوسه. طيب تاني طريقه يا جماعه اهي. ناخد الورقه ديت
ونبتدي احنا نعملها كده مثلث بالشكل ده زي قرطاس، واحنا ناخد الكمية اللي احنا عايزينها ونحطها جوه السمبوسة ونكمل قفلها بقى بعد كده. كده الطريقة دي سهلة والطريقة دي سهلة لأي حد بيبقى مستصعب السمبوسك، لأن في ناس بتبقى حابة السمبوسك وحابة ان هي تعملها بس مستصعبة اللفة بتاعتها. هيبقى كده يا جماعة، هيبقى بالشكل ده. دي تاني طريقة للف السمبوسة. الطريقة التالتة ان انتي هتحطيها على الطبق زي الورق عنب بالظبط بالشكل ده، وتبتدي تضيفي هنا حبة. ده لحد لو هو مش عارف يمسك ورقة السمبوسك ويلف، هيحطها على الطبق ويبتدي يتحرك كده يمين وشمال وخلاص. اهو يا جماعة الثلاث طرق اسهل من بعض وجميلة جدا. انا ماشية خطوة خطوة بالراحة علشان اي حد مش عارف خطوات لف السمبوسك. اهي كده يا جماعة، وهي في اخر لفتين هي بتبقى ماشية لوحدها مش محتاجة حاجة. وبتبتدي تدخلي اخر طرفها هنا كده وتضغطي ضغطة كده بسيطة، هي بتشكل نفسها لوحدها. وخطوة كمان مهمة جدا عشان تقدري تطلع السمبوسك عندك ناجحة وحلوة جدا. دول كده الثلاث خطوات. انا هكمل بقى بقية الكمية. لازم جودة السمبوسك. جودة السمبوسك يا جماعة بتريح جدا لو اخترتي حاجة تكون حلوة وكويسة. تعرفي منين جودة السمبوسك؟ الورقة يا جماعة بتبقى بتلمع، تحسي ان هي فيها نسبة سمنة. هتبقى كده، دي هتديكي نتيجة حلوة جدا، والسمبوسك بتاعتك هتبقى مورقة وحلوة قوي. وبعد ما نخلص بقية الكمية هنقليها بردك مع بعض. حلوة جدا، ويا ريت في كل عزوماتك ممكن تعمليها باللحمة، ممكن تعمليها بالخضار، ممكن تعمليها بالجبنة، ممكن تعملي السمبوسك حلو تبقى محشية تفاح كمثرى الفواكه اللي ولادك بيحبوها، وتعمليها تبقى مسكرة، مش لازم تبقى باللحمة المفرومة بس. وهي كده يا جماعة بنقلي السمبوسك عشان الناس اللي بتقول السمبوسك اول ما بتنزل في الزيت بتفك منها او كده. لا، السمبوسك اهي يا جماعة بنفس الطريقة دي ونفس اللفة ديت عمرها ما هتفك معاكي. بس اهم خطوة لازم تعمليها، السمبوسك مش بتاخد سوا يا جماعة. السمبوسك لازم كده تبقي مراقباها، ما بتخليهاش تاخد ما بتاخدش وقت خالص. هي بس دقيقة كده ولا حاجة، لان هي بتستوي بسرعة جدا. لازم تبقي متابعاها بس، وايه تفضلي تقلبي كده فيها كويس بحيث ان هي مش بتاخد سوا على طول، بتبقى جاهزة معاكي. عشان كده انا خليتها اخر حاجة علشان تبقى سخنة، وفي نفس الوقت هي مش بتبقى محتاجة مني وقت. هو انا لفيتها يبقى كده خلاص بقت جاهزة معايا. وهو يا جماعة قدامكم ولا فكت ولا حصل اي حاجة اهي. وهتطلع معانا حلوة جدا ومورقة، ولونها هيبقى حلو جدا طول ما احنا بس ايه متابعينها. هيبقى بالشكل ده كده هي نص دقيقة كده يا جماعة بالشكل دوت، ويبقى كده خلاص السمبوسك بتاعتنا هتبقى جاهزة. هنطلعها على ورق مناديل مطبخ ونصفيها كويس، وبعد كده على طبق التقديم على طول. وبكده يا جماعة خلاص البطاطس الرول بتاعتنا خرجت خلاص من الفرن، بس طبعا سخنة جدا. ما ينفعش تيجي جنبها دلوقتي غير لما تبرد تماما، وبعد كده تبتدي تقطعيها زي عرق اللحمة، وبيبقى شكله حلو جدا جدا على السفرة. وهنا عملنا السمبوسك بتاعتنا. طبعا مهما قلت لكم جميله ازاي يا جماعه، اهي مقرمشه ومن جوه طريه حلوه قوي قوي قوي.
وبكده عزومتنا خلصت. لأي حد مبتدئ، اي حد جات له عزومه على غفله عايز يعمل حاجات وينجز فيها، يا ريت يجرب النهارده الاصناف اللي احنا عملناها. كانت سهله وكانت سريعه وكانت بسيطه جدا ومش مكلفه يا جماعه. ولما بقول مش مكلفه لان بجد انا عملت صينيه المكرونه وصينيه الكوسه والجلاش والسمبوسك والبطاطس رول. ده كله عصقت كيلو لحمة بس مفرومة وقضى معايا الحاجات دي كلها. وانا وصفاتي بعملها قدامكم يا جماعة، مش ببقى محضرة حاجة قبليها. قالت السمبوسك قدامكم، حضرتها قدامكم كل خطوة بخطوة. يا ريت النهارده الاصناف بتاعتنا تكون عجبتكم، ويا ريت اللي يتفرج علينا ما ينسناش في اللايك، ولو اي وصفة حابينها تكتبولي في الكومنتات، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم مننا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.